السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة باذن الله معانا المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة جدا. هقول لكم على اسرار وتريكات في المكرونة البشاميل. لو عملتيها معايا هتظبط معاكي جدا الطعم والبشاميل، وهتطلع معاكي ولا اروع من كده. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول خطوة هنعملها مع بعض هنعصج اللحمة. انا معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، هعمل له بصلتين كبار مقطعين مكعبات، مش ناعمين، يا اما تقطعيهم على ايدك يا اما تعملوهم في الكبة زي ما انتوا شايفين معايا كده، لان التقطيعة دي هي اللي بتدي الطعم للمكرونة. بتقطعيها خشن شوية مش ناعم قوي. وخدي بالك هنا بنكتر البصل شوية علشان بيدي طعم قوي للمكرونة بتاعتنا. يعني مثلا لكل نص كيلو لحمة بتعملي نص كيلو بصل، ويمكن اكتر شوية، والكيلو اللحمة بياخد كيلو بصل. شايفين الكمية دي هتدبل معانا دلوقتي وتقل جدا. بندبل بقى البصل بتاعنا كده على النار في مادة دهنية بسيطة جدا، لان لسه هنحط اللحمة وتنزل الدهن اللي فيها. اول حاجة بنحطها على البصل شوية ملح كده علشان تدبل معانا بسرعة، وكمان الريحة ما تطلعش علينا قوي بتاع البصل. بجيب اللحمة المفرومة بتاعتي بقى واحطها على البصل. وميزة ان انا بحط البصل الاول يا جماعة، ما بحطش اللحمة الاول عشان اللحمة بتتكتلش معاه وتعمل لي كتل. بيبقى البصل هنا معايا بيسهل عليا عملية اللي انا اقلبها وتبقى مش عاملة الكتل دي. بعد كده بكون مجهزة حاجة برضو بتديلها طعم حلو قوي قوي. طماطميتين كده مخليين من البذر، ومعاهم فلفلايتين اخضر او احمر، حر او عادي زي ما انت حابه، وبتفرميهم كده برضو في الكبه فرم خشن او في الخلاط فرم خشن. بس مش هحطهم دلوقتي، هركنهم دلوقتي على ما احط التوابل برضو الاول. يبقى خطوه التوابل الاول يبقى البصل وبعدين اللحمه وبعدين عليهم التوابل اللي انا بحطها دي، عباره عن فلفل اسمر طبعا، ولو عندك بهارات لحمة بتحطي كده شوية صغيرين، والسبع بهارات برضو شوية صغيرين، ولو عندك جوزة الطيب بتديلهم رشة جوزة الطيب بتديلها طعم جميل قوي قوي. بنبدأ نشوحها برضو كده مع التوابل علشان تطلع النكهة بتاعتها. وبعد ما بتشوح تشويحة حلوة كده بجيب بقى الطماطم والفلفلة اللي انا بشرتهم او فرمتهم في الكبة او حتى خرطتهم على ايدي مكعبات صغيرة كده، برضو بقلبهم تقليبة كده مع اللحمة ومع الخلطة بتاعتي دي لحد برضو ما ينشفوا شوية. وبكون بقى مجهزة صلصة الطماطم بتاعتي، ويستحسن ان انا اكون مجهزاها كصلصة. لو انتي بقى مش مجهزة صلصة وعندك الطماطم مضروبة في الخلاط، يعني حوالي كده على نص كيلو، نص كيلو برضو طماطم، او اقل كمان، يعني طماطميتين 3 كده، وبضربهم في الخلاط واحطهم مع الخلطة بتاعتي دي لحد ما يتسبكوا كده ويتشربوا مع بعض. في ناس بتحب صوص الطماطم ده كتير، في ناس بتحبه قليل خالص، في ناس بتكتفي بالطماطم اللي احنا بشرناها مع الفلفلة وخلاص، ما بتحطش طماطم او صلصة طماطم تاني. تبع ما انتي بتحبي وتبع الطعم اللي انتي بتحبيه، بس هي بتنكهها شوية، بتدي طعم للمكرونة شوية لو انت حطيتي طماطميتين 3 او معلقتين 3 صلصة. بس كده بتتسبك بقى معايا، ويبقى هنا عملنا كده عصاج اللحمة. بيكون في الوقت ده على النار معايا حلة فيها مية طبعا للمكرونة علشان اسلقها، وبكون حاطة فيها ملح. مكرونة اقلام طبعا، وممكن تعمليها سباكيتي استوت معانا اهي. وعلى فكرة يا جماعة ممكن تعملوا برضو المكرونة مع المية الساقعة عادي، وبتحطوها لحد ما تستوي برضو. هنا بقول لكم ان انا عايزه احتفظ بقى بالمكرونه حلوه وقوامها حلو على ما احط او اعمل البشاميل، او انا كده بجهز حاجتي وبعد كده هعملها على بعضها. بعد شويه بحط عليها معلقتين زيت، وبكده بيبقى القوام بتاعها زي ما هو بالظبط. الخطوه دي مهمه قوي يا جماعه، حتى في وانت بتعملي المكرونه العاديه لو سلقتيها حطي عليها المعلقتين الزيت دول وقلبيها كويس فيهم، مش هتعجن ولا تلزق في بعضها ولا اي حاجة. ولما تيجي تستخدميها تلاقيها مفرفرة كده من بعضها، واوعي تغسليها بمية نهائي لما تيجي تستخدميها. هنعمل هنا مع بعض بقى البشاميل. اللي معايا كده اللبن، يستحسن يكون اللبن اللي احنا هنستخدمه لبن بلدي بقشطته بحاله كده، مش معلب. لو مش متوفر عندك غير اللبن المعلب ممكن بقى تجيبي كريمة لباني او قشطة وتضيفيها ليه. انا كمان متوفر عندي قشطة، هقولك هنستخدمها امتى.
اما هنا اللبن اهو، مش هقولك حطي نشا ولا حطي دقيق حالا ولا اي حاجه من دي. طبعا الطريقه القديمه بتاع البشاميل اللي احنا عارفينها، اللي احنا بنشوح الدقيق في السمنه وبعد كده بنحط عليه اللبن. لا، انا هخليكم تعملوا معايا بطريقه سهله جدا لكل حد، سواء له في الطبخ ولا ملوشي، هيظبط معاكي جدا وهيبقى الطعم روعه. باخد اللبن بتاعي خلاص وحطيته على النار بقى يغلي براحته، مش هخاف عليه، مش هقف جنبه، مش هخاف النشا تتكتل فيه ولا اي حاجه. ليه؟ لانه لبن بس. هسيبه يغلي يوصل لدرجه الغليان. على ما اعمل الخلطه بتاعتي دي هحط هنا كميه الدقيق اللي انا عايزاها لكميه البشاميل اللي انا بعملها، وهحط يعني ربع كميه الدقيق اللي انا هحطها نشا. يعني مثلا حطيت 3 معالق كبار دقيق، يبقى عليهم معلقه واحده نشا، مش مليانه قوي لكل كيلو لبن. وهنا مش محتاجه اقولك العيار المظبوط قوي للدقيق وللنشا ولكيلو اللبن، لان احنا مش هنحط الكميه كلها طبعا على اللبن. هتشوفي زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي الطريقه، ودي الميزه الحلوه في الطريقه دي. خلاص كده هحط عليهم شويه ميه اهو، وبعدين هقلبهم بقى كويس قوي قوي قوي، وهروح على اللبن لما يوصل لدرجه الغليان هحط منه من الخلطه دي عليه لحد ما اشوف القوام المناسب اللي انا عايزاه. وبكده يبقى انا اتحكمت في درجة القوام بتاعي او في سماكة القوام بتاعي لاي كمية من اللبن، وحتى مهما اختلف نوع الدقيق معايا. اي اضافات تانية بحطها على اللبن. يعني لو انا عايزة احط لبن بودر بضيفه على اللبن نفسه. لو انا عايزة احط شوية من كريمة الخفق تديله طعم حلو قوي بحطها برضو على اللبن. ما بحطهاش على الخلطة دي لان الخلطة دي ممكن استخدمها كلها وممكن ابقيها. كده الخلطة جاهزة معانا. يلا بينا بقى نبص على اللبن بتاعنا. خلاص قرب يغلي معايا اهو. معايا هنا معلقة واحدة من كريمة الخفق، زي ما انا قلت لكم بتدي طعم حلو قوي. وللاسف اللبن البودر خلصان من عندي، فانا هحطها بس معايا اهو. وكمان في اضافتين هنحطهم على البشاميل، والخطوة دي اختيارية للي حابب، بس هي بتدي نكهة وطعم حلو. حبة مستكة وحبهان مطحونين على طرف المعلقة كده، ما تكتريش منهم عشان ما يمرروش الطعم، وبتحطوهم على اللبن. واللي حابب يحط حاجة بسيطة كده من الفلفل الأسمر ما تكتريش. ونصيحة مني يا جماعة، ما تستخدموش مرق. لو عندك شوربة وعايزة تكملي البشاميل كملي الشوربة، بلاش المرق. مرقة الدجاج اللي بتتباع الجاهزة دي طبعا بتظبطي الملح بتاعك خفيف جدا حلو، ما تحدقيهوش قوي. هجيب بقى المكون الاساسي بتاعنا، وهو الدقيق بالنشا اللي هيعمل لي بقى القوام بتاع البشاميل، ونضيفه حبة بحبة كده لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. ما بتقلوش قوي زي ما انتم شايفين معايا كده. شايفين القوام؟ مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني كويس. دول اللي انا اللي في ايدي، الحبه اللي في ايدي دول هتقل بيهم الحبه اللي انا هحطهم على وش الصينيه بس. دوت القوام ده حلو لايه؟ للمكرون، للحبه اللي انا هقلبهم على المكرونه نفسها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. اما الحبه اللي هيتبقوا عشان نحطهم على وش الصينيه هقول لكم هنعمل فيهم ايه برضو حالا. خلي بالك ان هو لما بيبرد بيتقل عن كده كتير كمان. كده خلاص بقت جاهزه معايا. هجيب المكرونه بقى وهجيب الصينيه حابه انت تدهنيها بشويه سمنه بلدي، شويه زيت، ممكن تحطي كده رشه بقسماط على خفيف قوي. انا دهنت الصينيه بتاعتي وهحط بقى فيها البشاميل، دهنتها فرشه زيت كده. هحط بيها المكرونه اللي هتقضي للارضيه بتاعتي. مش هكتر طبعا المكرونه، ما تكتروش المكرونه يا جماعه عشان تبقى اللحمه كده باينه فيها. يعني طبقه خفيفه قوي على في الارضيه، وتبقى خفيفه على الوش. بعد ما احط الحبه كده بتوعي هقلب فيهم بقى ايه، كميه حلوه كده من البشاميل، ما تستخسريش. حط كميه حلوه كبيره كده علشان دي اللي بتديلها فعلا الطعم، وبتبقى غنيه كده وانت بتاكليها، ما بتبقاش ناشفه. بوريكم هنا سمكها بسيط ازاي. يعني يا دوبك صف واحد كده من المكرونه. ببدا اوزع بقى اللحمه بتاعتي، وبحط الطبقه بقى طبقه المكرونه الاخيره. وبعد كده شايفين بقى الحبه اللي اتبقوا معايا من البشاميل، بتقلهم شويه عن البشاميل اللي انا قلبته مع المكرونه، باني بحط بقيه الخلطه بتاعتي من الدقيق والنشا عليهم. وكمان بحط بقى شويه قشطه، ولو عايزه تحط بيض ممكن تحط بيضه. بتقلبيها برضو على النار عشان تسويها برضو شويه على النار. بتقلبي سريع بالبيضه، بس انا بصراحه ما بحطش بيض،
ما بحبش يعني. حطيت بس القشطه وحطيت حته زبده كمان اهي، وخلاص على كده. واحنا كمان كنا حاطين في الاول خالص شويه كريمه الخفق اللي انا قلت لكم عليهم، ولو عايزه كمان لبن بودر، ولو كمان قشطه برضو في الاول. بس في الطبقه بتاع الوش دي بنحب نزود القشطه شويه، وزي ما انا قلت الزبده او البيضه، كل دي حاجات بتديلها طعم وريحه حلوه قوي قوي، وكمان بتحمر الوش معانا بسرعه. في كمان الجبنه الموتزاريلا، بس انا شايفه الحاجات دي كافيه قوي. ببدا اوزع بقى كده. بس انا عايزه اقولك برضو بخصوص البيضه ما تحطهاش على البشاميل اللي احنا بنقلبه على المكرونه. حتى لو انت بتحطي او حابه ان انت تحطي البيض زي ما انا بقولك كده، يبقى على البشاميل اللي انت هتحطيه على الوش بس، عشان يعرف يستوي ويتحمر وما بقاش فيه ريحه زفره خالص. بنسوي بقى الوش، وعايزه تعمليه طبقه تقيله، عايزه تعمليه طبقه خفيفه، زي ما بتحبي وبراحتك خالص. انا هنا كنت عامله صراحه صينيتين، عامله واحده زي ما انتم شايفين كده الطبقه تقيله، وعامله واحده الطبقه خفيفه شويه. بتحطيها بقى في الفرن على اعلى درجه عندك، بتقيدي الشوايه عليها شويه، يعني ما تخليهاش تستنى برضو كتير في الفرن علشان ما تنشفش او ما ينشفش منك البشاميل اللي بتطلع بالمنظر الجميل ده. ولو عايزه تطلعيها خرط كامله ما تسيبش منك، بتسيبيها بس 5 دقايق 10 دقايق لحد ما تهدى من الحراره والسخونيه بتاعتها شويه بسيطه، وبعد كده بتقطعيها بالمنظر اللي انت شايفاه قدامك ده. بتطلع معاكي خرط سليمه. لو انت عندك عزومه حابه ان المنظر يكون حلو، وبكده يكون طبقنا خلص النهارده. ويا رب تكون الطريقة سهلة على بناتي وحبايبي، ويكون وصلت المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة وأفدتكم. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسونيش بالدعوة الحلوة ليا من قلبكم والأولاد بصلاح الحال، واللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.